حنعمل حلا سهل ولذيذ وبعشر دقايق رح تحضروه، وأحلى ضيافة بتكون عندكم حلا الموكا البارد أو كيكة الموكا. قوامها كريمي بدوب بالتم ذوبان. طنجرة وعلى البارد نص كوب من السكر، 4 ملاعق كاكاو باودر، 4 ملاعق نشا، ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان، ظرفين كريم كراميل، 3 ملاعق حليب باودر و6 أكواب حليب سائل. بحركهم على البارد، بعدين برفعهم على نار متوسطة مع التحريك المستمر لحتى يغلي معايا الخليط. بزيد ملعقتين كبار قشطة، 150 جرام شوكولاتة، قالب مدهون زيت نباتي، بحط بسكوت سادة مكسر، بصب فوق الخليط مباشرة. تركته كمان يبرد بدرجة حرارة الغرفة، بعدين دخلته على الثلاجة تقريبا 4 ساعات. تقدروا تاكلوا منه. ما شاء الله قلبته بصحن التقديم، طلع شكلها بجنن صراحة، وبكل سهولة طلعت من القالب. منظرها رائع، ورشت عليها كاكاو باودر وزينتها بالفراولة. ما شاء الله شكل القالب زاد الحلا جمال. وهلأ ذوقوا الطعم دمار، طعم القهوة مع الكاكاو تحفة، والقوام كريمي ولا أطيب. عقد ما هي طيبة جربوها وادعولي، وعليكم بألف عافية.